وده غصب عننا. ابدأ وقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ قول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يبدأ بيبدأ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وياخد خطوة، والخطوة اللي بعدها تيجي خطوة وكده. واهلا بيكم في قناتكم ايه هاردوير. معاكم ادم حسن، والنهارده عايزين ننزل نعمل افضل تجميعه وارخص تجميعه جديده ممكنه بالكامل، يعني كلها تكون جديده ما فيهاش قطع استعمال. لا تقولي بقى كارت شاشه مستعمل ورامات مستعمله ولا الكلام ده، مفيش الكلام ده، انسى. ولكن لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا جدا جدا. احنا مش عايزين نعمل تجميعه باي بي يو، او بمعنى اصح كارت شاشه داخلي مع المعالج. طب احنا ليه مش عايزين نعمل تجميعه باي بي يو؟ السبب ان الاي بي يو حرفيا بيكون ضعيف جدا في كل الاستخدامات تقريبا، الا طبعا لو انت جايب حاجه هاي اند واحنا عايزين حاجه تحت الاقتصاديه. فكره الاي بي يو دي بص عايزين نعمل عليها اكس اكس تماما، شيلها من دماغك. عايزين نتجه لارخص تجميعه بكارت خارجي. قبل ما اوديك بقى على الفلوج بتاع التجميعه دي، استنى بس لازم اقول لك على حاجه مهمه جدا. علامه الثلاث تمانيات اللي فوق دي مش بتفكرك بحاجه ولا ايه؟ اللي متابع بس اللي هيفهمها، لو مش متابع فانا عايز اقول لك ان يوم 8 الساعه 8 ده هيكون عيد ميلاد القناه، وحرفيا هيكون فيه مفاجآت كبيره جدا، ودي هتكون اكبر مفاجاه في تاريخ القناه كلها حرفيا. انا عايز اقول لك حرفيا ان انا صرفت كميه صرف يعني يعني الحمد لله انا بقيت على الحديده يعني. ما علينا، شكلنا بعد ما نخلص الحوار ده عايزين نجيب كارت شاشه شكلها هلم تبرعات ولا ايه مش عارف. مش مهم بقى، المهم بقى دلوقتي ان ده الفيديو رقم 100 على القناه كلها، وخد بالك من الرقم ده عشان مهم قوي. ونقدر نقول كده ان ده اخر فيديو تقريبا هيكون قبل المفاجاه. بعد كده عايزك تروح على الانستجرام والتيك توك، لان هم اللي هينزلوا عليهم حاجات بعد كده. وهنرجع بقى للفيديوهات اللونج، وكمان هنطلع ستريمات بكثره قوي بعد يوم 8 الساعه 8، لان زي ما بقول لك كده في حاجات بتجهز، انت مش فاهم حاجه، انت مش فاهم ورا الكاميرا في ايه اصلا. خلاص كفايه عليك كده يا عم بقى، روح على الفلوج بقى. احنا دلوقتي في البدر جروب، وعايزين نعمل افضل تجميعه ممكن تعملها جديده بارخص سعر ممكن، وتكون قيمه مقابل سعر. ومعانا باشمهندس محمد انور البدر. اهلا وسهلا. عايزين نعمل افضل نور تجميع. الدنيا. الله يخليك. هو طبعا انت عايز تعمل تجميعه تكون بادجت، وتكون سعرها كويس وسعرها معقول، يقدر عليها معظم الناس، وتقدر يبدا بيها يلعب بيها، او يقدر يعمل مونتاج، او يقدر مثلا لو هو عنده شغال على اكواد يقدر يعمل مثلا يعني برمجه، او يقدر يتعلم بيها مثلا مونتاج، او يقدر يلعب بيها. فطبعا احنا في ظل الاسعار اللي عاليه دلوقتي، وظل الازمات اللي موجوده المتلاحقه، اللي كل شويه تلاقي ازمه هنا ازمه هنا، فاحنا بنحاول دايما في البدر جروب ان احنا نعمل حاجه تبقى في متناول معظم الناس يعني، وفي نفس الوقت ما تبقاش تجميعه يقدر يعاني بيها. يعني أنا لو خدت أيوة. تجميعه رخيصه هيعاني بيها. خدنا حاجه وفي ناس باي طبعا احنا مش عايزين نشتري المستعمل، وطبعا انا بفضل اشتري الجديد عشان يبقى عندك ضمان، وتقدر تطور عليها في المستقبل، او تقدر تبقى معاك تجميعه ممكن تبيع حته فينها وتكمل عليها. مثلا معاك كارت شاشه ممكن تطوره، معاك بورده تطورها. فاحنا طبعا عشان نقدر نبدا من النقطه اللي نقدر نقول منها هي البدايه، ما ينفعش اقل من كده عشان ناخد كويس سعر كويس. طبعا هنبدا بالبروسيسور. احنا عندنا البروسيسور ال 5500، هناخد ال 5500 الام 4 5500 بروسيسور 6 كور 12 ثريد، بروسيسور ممتاز اهو. الام بي كي هناخد الام بي كي، فاهمني. وكده كده بيجي معاه الستوك كولر وضمانه 3 سنين يعني، مش محتاج اكتر من الستيب. ما هو ضمانه 3 سنين، والبروسيسور كويس. يعني الناس اللي اشتغلت على البروسيسور ده هو تقريبا بيعادل ال 10400 اف، يعني في ناس كتير كمان وممكن اقوى من 10400 اف. انا زمان كنت شغال بال 10400 اف، وكنت بعمل عليه بلندر يعني. يعني زمان لما كان عندي يعني، فلما كان هو الهاي اند تكنولوجي، او اخر حاجه موجوده في السوق 10400، كان الناس شغاله عليه يعني، فاهم، ما كانش فيه مشكله يعني. لكن دلوقتي بقى السقف عالي، خلاص. ف 5500 بروسيسور ممكن تبدا بيه. اللي هو اصلا الويندوز لوحده انت لو جبت له 8 رام في ياكلهم. المهم يعني هنخش بقى بعد كده في المذر بورد. هناخد الاي 520، ما عندناش اقل من كده، وناخد الجيجا بايت معانا الاي 520 الام داش كي في 2. طبعا بتيجي كام بانك رام؟ بتيجي ب2 بانك رام طبعا، ستاندر بورده ستاندر يعني بلاش بقى يعني نطلب حاجات كتيره، لان احنا عايزين نلم الدنيا كلها. طب في حاجه دلوقتي الناس كانت بتخاف من البورده الاي 520 في الجيل الخامس. ماشي. طيب دلوقتي في حاجه لازم نسال عليها الباشمهندس محمد. دلوقتي في ناس كتير جدا بتخاف من البورده دي لو هي على جيل خامس، لان دوائر الطاقه اللي فيها ممكن ما تقضيش جيل خامس. لا، هي المعلومه ديت ممكن فيها وعليها شويه. البورده
الفي 2 هي بورده محسنه، يعني تقدر تمام. تشيل معاك البروسيسور وتشيله كويس جدا. بس احنا لو جينا لحاجه زي ال 5600 اكس لا 5600 اكس هتغير البورده مش بقى هينفع يعني. خالص. احنا بنبدا بنمشي الدنيا. أيوة. انت ما تعطلهاش، انت كده بقى ما هو بص انت هتحلم هتدفع، ايوه فاهمني؟ احنا يعني احنا عايز تحلم ادفع. انت ادفع. دلوقتي الناس اللي معاها خلينا مبدئيين كده، احنا ماشيين ايه حاجه ايه ان انت تقدر تبقى يعني تقدر تمشي بيها الدنيا وتبدا بيها، فاهمني؟ طيب بالنسبه للبورده احنا خلاص اخترنا الاي 520 وده غصب عننا يعني، فاهم؟ عشان نقدر نديك سعر كويس. ربنا يكرمك في المستقبل، بيع البورده وهات بورده اعلى، أيوة. بيع البروسيسور وبيع البروسيسور ماشي. بورصه اعلى. انت التجميع كلمه تجميع مش لابتوب، يعني التجميع بتديك مساحه ان انت ايه ان انت تغير. خلاص انت ابتديت حطيت رجلك، بعد كده مش عاجبك الاداء ربنا كرمك خلاص تعرف انت تطور بقى قطعه معينه، قطعه معينه في قطعه معينه في قطعه بالظبط. معينه. احنا كلنا بدينا بايه؟ لا، يعني أنا- آل البي سي اللي عندي دلوقتي هو اللي ابتديت منه مثلا من 10 لا سنين. طبعا انا بالظبط. بادئ ب ام دي 6 حاجه ميته اصلا. فيعني ايه يعني اللي هيفضل يعني يقول مثلا يبقى عايز اخر حاجه في كل حاجه وهو في اللحظه اللي هو فيها دي مش هيعمل حاجه. اللي عايز يبدا بيبدا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وياخد خطوه، والخطوه اللي بعدها تيجي خطوه وكده، فاهم؟ ممكن حد ياخد التجميعه دي ويشتغل مفيش عليها. حد يبدا ب 50 80 مثلا. اسمعني انا عايز اقول لك على ماشي. حاجه. في شباب صغيره بيجي تاخد تجميعه زي كده ويبدا بيها شغل ويشتغل بيها. ممكن يبقى جرافيك ديزاينر، ممكن يبقى مورتير بيشتغل بيتعب شويه وبتفضل مثلا ايه هي مساله وقت. يعني الشغل اللي يخلص في 5 دقائق يخلص معاه في 10 دقائق. طب ما هو كده كده فاضي بيخلص الشغل وربنا بيكرمه وبيكسب فلوس. وبعد كده بقى في ناس بدات باقل من كده. انا اعرف ناس بدات باجهزه استيراد، اجهزه جيل رابع وجيل انا نفسي كنت عامل طيب ما يعني خلينا اللي عايز يعني اللي عنده جلد ان هو يشتغل ويقدر يوصل هيوصل. لكن ان انا لكن انا اقدر اقول بقى ان انا دلوقتي انا عايز هاي اند بيست هاي اند اكسترا هاي اند. مش حد يبدا ب 50 80 50 90 مثلا ومش هيعمل حاجه. اللي بيتكلم في ده مش هيعمل حاجه. اللي عايز يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدا هيعمل. طيب دلوقتي احنا خلصنا المذر بورد وخلصنا المعالج، سيب الكارت للاخر ونخش دلوقتي بقى على وحدات التخزين والرامات كمان. احنا ناخد اس اس دي 128 ساتا 2.5. هنبدا بيه بس النسخه وبعد كده طور يعني. بعد كده عشان احنا هنبدا البدايه، احنا قلنا دايما البدايه. هنخش بقى على كارت الشاشه. هناخد ال 30 50 الجيجا بايت. ده مظلوم والله. ال 6 جيجا ولا مظلوم ولا حاجه. اقول لك على حاجه، انت في ناس اشتغلت اقول لك ايه رايك في 16 50 سوبر؟ لا جامد بصراحه بالنسبه لي. اشمعنى ده؟ ما ده اقوى منه. بس الفكره لا أقوى نفس الاداء. طيب نفس الاداء. طيب نفس اقل منه. طب ما في ناس الفكره انا في اشمعنى قلت على ده حلو؟ هو كارت ال 50 اتكره ماشي. ايوه ماشي بس عشان كلمه ار تي اكس هو كارت ضعيف. بس ماشي بس ابدا قول بسم الله الرحمن الرحيم يا باشا. ابدا. كروت الشاشه اسهل حاجه تتباع. انا اشتريت كارت شاشه ممكن ابيعه بعد شويه، بالذات لو بكرتون. ابدا وقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بقول لك بالذات لو بكرتون ده الحوار ده جامد جدا. حلو. وانت بتاخد حاجه جديده كرتون جديد. انت بتاخد منتجات جديده بضمان طبعا. وهناخد الكيسه الانتك الاي اكس 65 اي باور 450 واط. هتقول لي مثلا الكيسه باور 450 واط كافي ووافي على التجميع. مش محتاج الكارت اصلا. مش بعد كده احنا قلنا احنا بنقول ان التجميعه دي تبدا بيها وبعد كده تطور. وهناخد ستيك واحده 8 جيجا رام. طيب نتكلم بقى في الجزئيه دي. عايز تزود حاجه محتاجه تطوير. انا بديك سعر، انت عايز زود. حلو الكلام. انا بديك ستيك واحده 8 جيجا رام. حلو. هتقول لي الويندوز هياخدهم ماشي وزود بعد كده. انا عن نفسي بعمل لك العرض ده كله كله كده على بعضه ب 23,000 جنيه. طبعا جامد جدا. طيب عايز تزود انت بقى زود. جامد جدا. يعني في نقطه دلوقتي في على فكره 23,000 جنيه دلوقتي ما بيجيبوش موبايل. حصل فعلا. انا خليتك تمسك تجميع. انت عندك الاي 36 ب 25. هتقول لي لا انا ممكن ب 23 اشتري تجميع احسن من دي مستعمله. بس مستعمل. انا ما ببيعش مستعمل. انت عايز جديد وتطور وتبيع. احنا هنا بنديك التجميعه الجديده اللي تقدر تبدا بيها 23,000 جنيه وبضمان كل القطع. بورده بروسيسور كارت شاشه ضمان 3 سنين بقيه القطع سنه. التجميعه كلها ب 23,000 جنيه تقدر تبني بيها مستقبلك. تقدر تبدا بيها مستقبلك زي ما بيقولوا. تقدر تشتغل، تقدر تعمل بيها اي حاجه. تقدر تشتغل بقى بيها مونتاج. تشتغل اللي انت عايزه تشتغل. أيوة. صدقني انا عندي لابتوب بس ساعات بمنتج عليه. ايه ده بجد؟ يعني على فكره بس مش لازم بقى 4K. انت ممكن تشتغل 1080. انا على فكره معايا جي تي 1030 ومنتج 2K عشان نبقى فاهمين. لا ده ما بجد والله الكلام ده مش صحيح والله بجد. المهم اللي احنا قدرنا نحقق لك حاجه تبقى كويسه في الظروف الحلوه دي. طيب في جزئيه دلوقتي في ناس تانية. طب ما انا اقول لك ممكن نوفر في الكارت ونروح نجيب اي بي يو. طب ليه ما نروحش الاي بي يو؟ لا ده اقوى من الاي بي يو كتير. طيب دي كتير جدا. اقوى من الاي بي يو. النهارده اي بي يو لو انت جبت اي بي يو هتلاقي التجميع دي تعمل معاك 18 فرق 5000 جنيه خدتها بكارت شاشه. لا صباح الفل اصلا بجد لو ما فيش حاجه كده.
طيب لا جامد جدا عموما يعني. عموما احنا تحت امركم في البدر جروب، وشرفت الدنيا وشرفت البدر جروب، وتحت امرك في اي وقت، واي حد من المتابعين عايز يجي ياخد التجميعه دي 23000 جنيه. 23. طب لو حب يزود رمى 8 يزود بقى زي ما هو عايز. ممكن يدفع قد ايه فرق؟ يدفع 2600 جنيه. 2000. يلا يعني ماشي. جديده جديد تردد طبعا، كام؟ ما عنديش حاجه. أكيد، كله أكيد، جديد ايوه انا ضمان بأكد. الوكيل المحلي. تردد كام؟ 3200. حلو جدا، جامد جدا يعني. تعالى لي كده بقى وبص لي كده، ودلوقتي انت خلصت الفلوج، تعالى بقى اما نفصص بالظبط القطعه اللي احنا اخدناها. مبدئيا كده نبدا مع المعالج والمذر بورد. المعالج الرايزن 5 ال 5500 جاي على زين 3 مع 6 كور و12 ثريد، والمعماريه هنا 7 نانومتر، وبالنسبه للكاش فهو 16 ميجا كاش. بالرغم ان هو 16 ميجا كاش وال 3600 32 ميجا كاش، ولكن ال 5500 اقوى من ال 3600. ليه؟ بسبب المعماريه الاحدث اللي هي زين 3، اما ال 3600 مبني على زين 2، فبالتالي ال 5500 احدث في بعض الحاجات، ولكن حاجات بسيطه قوي. احنا بنتكلم في رينج 10% تقريبا يعني. وزي ما احنا عارفين ان المعالج ده ام بي كي. يعني ايه ام بي كي؟ زيه زي التري بالظبط، بس الفرق ان التري مش بيجي معاه كولر، ولكن الام بي كي بيجي معاه الكولر بتاعه، ولكن من غير البوكس. كده انت جمعت ولا ما جمعتش؟ قول لي بس. نيجي بقى على المذر بورد، وهي الاي 520. الاي 520 دي بص انا بقول لك هي سيمبل وبسيطه في كل حاجه، بيزك في كل حاجه حرفيا، ما فيهاش ميزه غير انها بتشغل لنا المعالج بس مش اكتر. جايب 2 بنك رام، وعشان تكون عارف ان احنا كده جايبين اخر البورده، مفيش تطوير على البورد دي تاني. عشان تطور محتاج ان انت تبيع البورده وتجيب بورده جديده، مثلا بي 550 بي 450، حاجه محترمه، حاجه من الاثنين دول عشان تطور على نفس السوكت ده. ونيجي بقى عشان نخلص الباند ده تماما، نيجي على جزئيه الرامات. الرامات انا مش هقدر ان انا اكلمك فيها بالظبط عشان دي فيها محدوده جدا. لو احنا بنتكلم في رينج ال 22000 تقريبا، لو انت متخيل بقى تجميعه كامله بكارت شاشه خارجي وكلها جديده. في الفيديو اللي فات احنا عملنا 3 تجميعات ب 10000 جنيه، فانت لازم بعد ما تخلص الفيديو ده تخش على الفيديو اللي قبل ده، خد بالك عشان ده مهم جدا ده يعني. وزي ما قلت لك ان حرفيا جزئيه الرامات دي انا فعلا مش عارف ان انا اكلمك عليها او اجي اقول لك تعليق او الكلام ده خالص. حرفيا لو انت معاك زياده انا بقول لك اهو زود وهات رامات 16 عشان ترتاح تماما بعد كده، ولكن كده كده اصلا هتحتاج ان انت تطور ال 16 دي بعدين يعني. ولكن لو انت هتجيب 8 انا بقول لك اهو شهر واحد بس، وهتضطر ان انت تجيب رامه 8 كمان عشان تعرف تاخد اداء كويس من الجهاز، لان الجهاز مع الرامات الثانيه هيبقى مخنوق هنا. انا بقول لك اهو، فاحنا جبنا رامه 8 عشان بس نشغل الجهاز ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بيه كده. كده نكون خلصنا البندل كامل حرفيا من بروسيسور، رامات، ماذر بورد. نيجي بقى لجزئيه الاس اس دي. الاس اس دي اللي خدناه هنا هو اس اس دي 128 جيجا من ريد دراجون. عشان اكون واقعي معاك زي ما بقول لك كده، مساحه الاس اس دي انت هتعاني معاها، عشان حرفيا الويندوز حرفيا بياكل المساحه حرفيا. اللي هو انا الاس اس دي بتاعي 256 ولسه عامل ويندوز جديد بسبب ان هو كانش فيه غير 10 جيجا فاضيه، اللي هو صباح الفل. فانا بقول لك هو لو عرفت تزود وتجيب الاس اس دي 256 هيكون افضل بكتير. لو ما عرفتش فانت تقدر تاخد 128 وكده كده هتطوره بعدين. وطبعا كده كده لازم تجيب اتش دي دي 500 ولا حاجه. فانا بقول لك تنبيه اهو عشان ما تجيش تقول لي انت بتطبل، مش هينفع اجي اقول لك اس دي 128 هيديك تماما يعني. نيجي بقى لاهم جزء في التجميع كلها، واللي الناس ممكن تختلف عليه وناس ممكن تقتنع بيه. كارت الشاشه اللي اخدناه هو ار تي اكس 3050 6 جيجا مش ال 8 جيجا. زي ما بقول لك كده ناس ممكن تختلف وتقول لك لا ده كارت ميت، صراحه انا ما بحبوش خالص، ولكن انا شايف ان الكارت ده من الكروت المظلومه جدا. لان انت حرفيا لو احنا بنتكلم على عرض البدر نفسه فانت كده واخد الكارت حرفيا ب 5000 جنيه دي اولا كده. لان انت لو هتعمل التجميع دي من غير كارت الشاشه فهي هتتكلف معاك 17، فانت صباح الفل بقى اللي هو البدر بيضحي حرفيا يعني. ده كده اول حاجه. طيب بالنسبه لو انا عايز اعمل تجميع مش شرط من عند البدر، هجيب الكارت ده ولا ما اجيبش الكارت ده؟ لو انت عايز تعمل تجميع جديده بالكامل ما فيهاش قطعه مستعمله هات الكارت ده من غير ما تفكر. ولو عرفت تطلع للار تي اكس ال 5050 كمان هيكون افضل، ولكن الار تي اكس ال 5050 هيكون فرق حوالي 4000 جنيه او 3000 جنيه، لا 4000 جنيه كمان او 5000 جنيه صباح الفل، لان ال 5050 عامل حوالي 15 في الرينج ده تقريبا يعني. ولكن انا شايف بصراحه ان التجميعه دي مع الكارت ده فهي قيمه مقابل سعر كبيره جدا. الكارت ده جايب 2304 كودا كورز، وكمان جاي مع ميموري باس 96 بت. دي بصراحه ضيقه قوي بصراحه عشان اكون واقعي معاك يعني. ولكن انا بقول لك اهو الكارت ده في الفئه دي لاستخدامك انت فعلا هيكفيك جدا، سواء بقى العاب انت عايز تبدا مونتاج، عايز تبدا ان انت تطلع فلوس، لا هيفيدك جدا 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 عموما يعني. او حتى عايز تبدا كونتنت. خد بالك انا بادئ بجي تي 1030 وبجد والله العظيم ما يؤمنش عليه 2K. شوف كده كواليتي الفيديو هتلاقي عندك 1440. A few moments later. القطه شرفت معانا يعني. ايه الاخبار؟ اطلع معانا في فيديو. قولي حاجه، قولي حاجه، قولي حاجه. انت اللي جايه والله بتنوني في وشي ليه؟ انت اللي جايه. انزلي انزلي، بهدلتيني وبهدلتي لبسي يا شيخ.
وبالمناسبه حاجه مهمه جدا، الكارت ده حرفيا سحبه للواط معدوم، بيسحب 70 واط حرفيا. انت لو جبت له باور سبلاي 250 واط هيأدي معاه جدا، اللي هو صباح الفل على الكارت ده. انا اصلا المعالج بتاعي بيسحب 110 واط، تخيل بقى ده كارت كامل بيسحب 70 واط، اللي هو صباح الفل تاني. خلصنا بقى كده جزئيه الكارت خالص. تعالى بقى اما نخش على جزئيه الكيس والباور. الكيس طبعا انتك، انا عموما بعشق ماركه انتك اصلا، فدي ما عليهاش اي تعليق خالص. انما جزئيه الباور 450 واط ده مضمون، ما تقلقش منه خالص. ولكن الفكره ان انت لو عايز تطور بعد كده هتعرف ان انت تطور، ولكن كروت الشاشه هتبقى قدامك قليله بمعنى اصح بصراحه. يعني لو اخرك مثلا على حاجه زي كده تجيب ار تي اكس 2060 2070 بس. فكره بقى 5700 اكس تي والكلام ده انساها طبعا. لكن انا بقول لك اهو الباور ده هيأديك كويس جدا جدا جدا. بس كده حرفيا مفيش اي حاجه ناقصه. انت كده حرفيا خدت اللازم مني قوي في اليومين اللي فاتوا دول حرفيا يعني. وشكرا جدا لمحمد انور البدر ان هو قبل ان هو يصور معانا، وحرفيا دي مش تبقى اخر مره تماما يعني. وانا بقول لك اهو انا احتمال ان انا اجيب شويه في فيديوهات اللونج، ولكن معاكم في فيديوهات الشورت هتلاقيني سايب لك لينكات الانستجرام ولينكات التيك توك كلها تحت في الوصف. وما تنساش تعمل سبسكرايب هنا عشان اول ما يجي يوم 8 الساعه 8 اللي هو حرفيا متحضر له سيناريو قبلها بشهر اصلا. انا بقول لك انت هتتفاجئ عموما يعني. انا مش هتكلم ولا اكمل ولا اي حاجه، ولكن انت هتتفاجئ حرفيا من الفيديو اللي جاي، لان ده هيكون فيديو بطريقه عمرك وحياتك ما شفتها في تاريخ الهاردوير كله. مش في تاريخ مصر او في تاريخي انا، لا ده في تاريخ الهاردوير كله. هتقول لي انت بتهري والكلام ده كله، انا هقول لك اصبر لحد يوم 8 الساعه 8 بس كده يا رجاله. اتنين وتلاتة وأربعة، عندي خمسة، عندي ستة، عندي سبعة،